مسلسل رشاش اللي الآن قاعدين يغردون عنه ممثل فاشل، طاقم فاشلين، وكتاب فاشلين، التطبيل المخجل من بعض المغردين. يعني أنت كيف تسمح لنفسك أنك تغرد وتمدح شيء أصلا لسه ما عرض؟ تتحروا وجهكم، عيب عيب. هذول قاعدين مو يسيء. أول شيء هذا الشخص أفضى إلى ما أفضى إليه وحسابه عند الله. أنا واحدة من اللي عايشت الحالة هذيك وعشنا هذاك الرعب، لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. دائما هالوطن فضل الله ثم فضل حكومتنا الأمن فيه مستمر. لا تتوقعون أن أهله فرحانين، لا تتوقعون أن قبيلته فرحانة، لا تتوقعون أن إحنا كسعوديين فرحانين. عيب من المخجل أنكم تذكرون شخص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدري عن صحة الحديث اذكروا محاسن موتاكم. عيب. أبو عكرمة بن الحكم لما هو أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وذكر واحد من الصحابة أبوه بسوء، قال لا تسبوا الأموات فتؤذون به الأحياء، بما معناه يعني، وهو هذا كافر، أبو عكرمة كافر، فما بالك إن هذا مسلم. يعني أنتم لما أنتم بتغدون، وإحنا إحنا عندنا جيل صاير على طول بسرعة يتغذى بالأشياء السلبية بشكل غير طبيعي. لما تظهرون كبطل وإنه أخطر مطلوب أمني، أنتم عارفين تاريخه، عارفين وش ظروفه، بتجيبون من راسكم أحداث وبتلفقونها وبتتناولون. يعني القناة هذه وش مشكلتها مع قبيلة عتيبة؟ وش مشكلتها؟ لها مشكلة يعني في قلبهم حر عليهم علشانهم هم رجاجيل، عشان فيهم من المرجلة ومن النخوة العربية والسعودية اللي ما تعلموها ربع حزب الله ومن أيدهم. عيب. ترى قبيلة عتيبة منهم المثقفين ومنهم الأبطال في الحد الجنوبي، ومنهم ضباط ومنهم شعراء ومنهم ناس تعلمونكم المرجلة ومنهم نساء. أقسم بالله أنجبوا رجال وهم عن المرأة العتيبية الواحدة عن 1,000 مليون رجل. ما فيه، أعتقد ما في بيت سعودي ما فيه له رحم مع قبيلة عتيبة. يعني كل واحد ممكن قاعد يسب نفسه، اللي مؤيد العمل الفاشل اللي للأسف الشديد لازلنا حتى الآن ننظر إلى أنه حدث تاريخي. لا، مو حدث تاريخي. أنا عتابي على وزير الإعلام، ومسؤول الإعلام اللي لنا سنوات وإحنا ننجلد من هذه القنوات الفاشلة، مؤلفين فاشلين وممثلين درجة 10 ومسخرة وقلة حياة ويظهرون في أسوأ صورة.